راح نعمل فطاير السبانخ بطريقة كتير حلوة وبدون بيض وعجينة طرية ولا أروع من هيك. واللي يجربها مرة راح يعملها دايما. عجينة كتير طرية وبنفس الوقت لا ندهنها بيض ولا شي وتطلع هيك طرية. شوفوا طراوتها وصاير كتير حلو واللون بتجنن والطعم لا يوصف. هاي هي شكلها، شوفوا يا عيني، عن جد كتير طرية. شوفوا حتى من تحت مستوي نفس الفوق كلته. هلا نشوف من تحت كمان. شوفوا كذا، نشوف كذا وحدة من تحت. شوفوا هاي الشكلة بعد ما صارت ولا أروع منها. شوفوا من تحت كله مستوي وعجينة كتير طرية ولا أروع منها. هدول فطاير صيامي وكمان فطاير لرمضان ولا أروع منها وبنفس الوقت مغذية. هلا روحوا معي على المكونات ونشوف. أول شي راح نعمل العجين. عنا كمان طحين نص كيلو بمقدار كاسة المعيار 3 كاسات ونص. بالكاسة 3 ونص وبالكيلو نص كيلو، بالغرام نص كيلو. هاي 3 ونص، 3 كاسات ونص كاسة المعيار. هلا راح نضيف لها كمان شي 4 معالق زيت نباتي على زيت زيتون. يعني أي زيت عندكم تقدر تحطه، بس أنا حطيت زيت نباتي على زيت زيتون تقريبا 4 5 معالق. وهلا نحركن كتير كويس مع بعض ونضيف لها كمان سكر، معلقة سكر كبيرة. هلا نحركن كويس مع بعض. أول بهالمرحلة نحرك الزيت مع الطحين كتير كويس بحيث إنه تاخد مع الطحين كويس عشان تعطينا نتيجة ولا أروع منها. نحاول نحركها كتير كويس مع الطحين. أو يعني أخلي الزيت تفوت جوات الطحين، هاي أهم شي. هاي ضفنا الملح كمان، رشة ملح. خميرة كمان شي 10 جرامات. هلا نحركن كلياتنا مع بعض على الناشف. كمان عنا مي، كاسة وربع مي دافي. كاسة وربع مي دافي. طبعا كل طحين غير التاني على حسب الطحين اللي عندكن. يعني تشوفوا اذا مية زيادة تضيفوا لها طحين، اذا اذا ناقص بدها طحين. يعني انت هاي تشوفوا المقادير، بس هذا المقدار المضبوط. كاسة وربع طحين. سوري، كاسة وربع مي مع نص كيلو طحين. هلا نحركها كتير كويس. بهالمرحلة نحركها لبين ما تعطينا عجينة ناعمة. شوفوا شو قديش ناعمة. هلا صارت جاهزة، نريحها شي ساعة لبين ما نريحها ونجيب السبانغ. عنا تقريبا نص كيلو سبانغ. راح نفرمها شوي ناعم، مو كتير ناعم. شوفوا هاي السبانغ، عندي بيبي سبانغ. هلا راح نقطعها شوي، ما كتير مو كتير ناعم ولا كتير خشن، عادي يعني، بس نقطعها شوي ما تضل كتير خشنة. بس هيك قطعناها، هيك صارت كويسة معنا. هلا بعد ما قطعناها كلها راح نضيف لها ملح. شي معلقة كبيرة ملح، أو شي معلقة كبيرة ملح. بعد ما نضيف لها ملح ندعكها كتير كويس في حيث نطالع ميتها عشان لا نطلع المي تبعها كلها وعشان نشتغل فيها أريح. شوفوا هلا راح تكش معنا كتير. نضل نحرك لبين ما يطلع المي تاعها كلها. هيك دعكناها كتير كويس مع بعض مع الملح. هيك هلا الملح هتتخلي ميتها كلها تطلع. بعد ما يطلع المية تبعها، شوفوا هلا هيك تقريبا. شوفوا المي شلون طلع منها. هلا نعصرها من المي تبعها ونحطها على الطرف ونجيب نعمل بصلاية. كمان عنا بصلة وفصين توم. نفرمن لا ناعم ولا خشن عادي.
كمان راح نشوحهم شوي بالزيت، زيت زيتون. هاي فرمناه، مع التومة كمان فرمناه، فصين توم كمان فرمناه معا. هلا نحط شوية زيت زيتون او زيت نباتي على حسب ما توفر عندكن. هلا نفضي البصلاية نشوحها تشويحة بسيطة، لانه لانه السبانغ ما راح نطبخه، نحطه مثل ما هو ني، بس مجرد بس طلعنا عملية المي تبعه منه. وهلا بعد ما يصير معنا البصل يدبل معنا شوي، راح نضيفه فوق السبانغ ونتبل السبانغ. طريقتها كتير بسيطة ونفس الوقت مغذية، ولا أروع من هيك. هلا نحركها كويس، يعني دقائق بسيطة يعني، وهلا صارت جاهزة. فضي البصل كلها فوق السبانغ بعد ما عصرنا المي السبانغ. هلا راح نتبلها شوي، نتبلها بشوية السماق. طبعا الملح ما راح نكتر عليه، لأن الملح اللي حطينا فيها وعصرناها يعني ما بدها، يعني بدها رشة خفيفة ملح بس. هلا حطينا لها معلقة كبيرة سماق. كمان حطينا لها بابريكا، بتكن إذا تحطوا لها حد كمان طيب. كمان ليمون، شي معلقتين ليمون، معلقتين كبار. شوية ملح، ما نكتر ملح، رشة ملح بسيطة، لأنه الملح اللي جواتها لسه يعني فيها ملح. ونحط نضيف لها شوية زيت زيتون. واللي كمان يحب كمان يقدر يحط له دبس رمان كمان تطلع طيب. أنا لأنه ما كان عندي دبس رمان ما حطيت له. لو عندكم دبس رمان كمان تضيفوا له شي بسيط، واللي ما بده كمان كتير حامض ما لا يضيف له. هلا هيك حشوتنا صارت جاهزة. هلا شو راح نعمل؟ نروح على العجين. العجين هلا بعد ما اختمر عندي العجين. شوفوا العجين كتير طري. إذا شفتوا انه طري تقدروا تحطوا له بس شوية رشة طحين عليه وتشتغلوا فيها. هلا راح نجي نقطع الكريات صغيرة. نقطع كلها كريات صغيرة. إذا تشوفوها تلزق بإيديكن تقدروا تحطوا لها شوية طحين. هلا بعد ما حطيت لها شوية طحين شوفوا هلا بقى تلزق ولا شيء. هلا نقطع كلها كريات تقريبا قطعناهن تقريبا فوق تقريبا 28 قطعة. قطعناهن أكثر من 28، يعني لا 28 ل 30 قطعة عم يعطونا. تقدر تفردوها بيديكن، يعني عجينة كتير طرية وتنفرد بيديكن، وتقدروا بالنشابة اللي بدكن يعني على حسب ما انتم ترتاحوا. طبعا راح نسوي فطاير صغيرة وما راح نفتحها كتير، ما رقق العجينة كتير. هلا راح نفتح العجينة كلاتها. شوفوا بالايد تنفتح معنا، العجينة كتير طرية، تقدروا بيديكن تفتحوها وتشتغلوا فيها. افتح شوي بالشابة شوي، شي بسيط. هلا صارت هيك جاهزة. هلا بعد ما فتحنا كلياتن هلا نجيب الحشوة تبعنا ونضيفها. طريقتها كتير سهلة وبسيطة. ونشغل الفرن فوق وتحت، اللي عنده هواء يشغلها على 200، واللي عنده فوق وتحت يشغلها على 250. يحطها بالنص يشغل فوق وتحت. وطبعا اللي عنده هواء يحطها 200، لأنه الهواء يكون حرارته أقوى. هلا بعد ما حطينا الحشوة، اللي ما عنده بخاخة مي يقدر بس بالفرشاية يضرب العجين بس عشان الطحين ما راح يمسك معنا. انا عندي بخاخة مي، بخة خفيفة بس ابخن. ليش؟ عشان العجين يمسك بعضه. اذا في طحين، الطحين ما يخلي العجين تمسك، ترجع تفك بالفرن معنا. بس هلا هيك ما راح تفك ابدا وتضل متماسك لحتى ما تسوي. شوفوا هذه الطريقة. طبعا اي طريقة تقدر تحبوا تسووه تقدر تسووه. هاي طريقة المثلث، هاي طريقة الفطاير السبانخ. هلا بعد ما عملنا كلها بهذا الشكل. طريقتها كتير بسيطة وسهلة، صدقوني طعمها بتجنن. تقدر تاكلوها بارد وتقدر تاكلوها حار. هاي كمان للرمضان للصوم يعني ولا أروع منها. هاي واحدة تانية. وهلا راح نحطها بالصينية بالفرن. هاي صارت جاهزة. طبعا هون ما راح ندهنها لا بيض ولا أي شي تاني. نجيب شوية زيت زيتون وندهنها.
واللي ما عنده زيت زيتون يدهن الزيت عادي، بس لو يكون عندك زيت زيتون أطيب، خلي كل أكلها صحي وطيب. هلا دهنا كلها بزيت زيتون، حطنا على الحرارة 200 على الهواء، واللي قلنا اللي ما عنده هواء يحطه فوق وتحت على 250 بالنص. ما تاكل معنا وقت. هاي هي شكلها نهائي قبل الفرن، وهاي بعد ما طلعت من الفرن صحتين وهنا عقوبكن.